السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خوكم حسن علي من المغرب. تخيلوا معايا ليلة العمر، عرس أسطوري وسط قصر كيبهر العين، الفلوس موجودة بزيادة وكل شيء كيوحي بالفخامة والهمة. هادشي اللي كانت كتحلم به الفنانة الشهيرة الشيخة نورة الطقاقة فاش وافقت تغني في واحد العرس في دولة الكويت سنة 1997. لكنها ما كانش عارفة باللي هاد الحلم غيتحول لأبشع كابوس ممكن يتخيله العقل البشري. فاش بدات تغني وسط حماس الموسيقى حلات عينيها لتكتشف الصدمة. هي ماشي وسط عرس ديال البشر، الناس اللي معروضين أشكالهم غريبة والابتسامات الغامضة اللي مرسومة على وجوههم كتخبي رعب كيجمد الدم في العروق. نورة دخلت فنانة في قمة مجدها وخرجت من ذاك القصر معتزلة الفن والحياة بمرة. اليوم غنعود لكم قصة حقيقية غتخليكم تشبكوا في كل عرس كتحضروه ولحمكم يشوك من هول الأحداث. وجدوا قهيوتكم ولا كاس ديال اتاي منعنع وجلسوا في بلاصتكم، حيت حنا دابا غاديين لواحد الرحلة بلا رجوع العالم الغموض المظلم. ما تنساوش تشاركوا وتفاعلوا الجرس وخليوا شي تعليق زوين باش يوصلكم ديما الجديد. على بركة الله نبداو القصة. واحد الصباح ديال الجمعة والهدوء مغطي المكان. صونات التليفون ديال نورة الدقاقة. هي في الأصل نهار الجمعة عندها مقدس للراحة والسكينة، ما كتخدم فيه، ما كتخرج فيه هي وفرقتها. ولكن هاد المكالمة قلبات الموازين. الطرف الثاني عرض عليها مبلغ خيالي، عشرات المرات الثمن اللي كتحلم به في أكبر العراسات. بين بارق الطمع في الرزق وضغط الحاجة، نورة زعمات وقبلات بلا ما تفكر بزاف. جمعات الفرقة ديالها 8 ديال البنات المخلصات وشافت فيهم بواحد الشوفة مخلطة بالحماس والرهبة، وقالت البنات فيقوا، هذه راه همزة العمر، غنضربوا تمارة غير هاد الليلة وغنصوروا فيها بركة تخلينا نرتاحوا سيمانة كاملة باركين. مسكينة نورة ما كانتش عارفة باللي ديك السيمانة د الراحة غتولي اعتزال أبدي، وباللي داك السطر اللي غتكتبو ديك الليلة غيكون هو الاخر في مسيرتها الفنية، بسبب الرعب اللي كيتسناهم وراء أسوار داك القصر الملعون. العنوان اللي كان مكتوب في الورقة داهم لواحد القنت غريب ومقطوع، منطقة خالية ومهجورة كأنها خارجة من شي كابوس وسط الظلام الدامس. ولكن الصدمة الكبيرة كانت فاش وصلوا. قدامهم بان قصر أسطوري كيبهر العين، الزرابي الحمراء مفرشة حتى الراس الدرب، ثريات ديال الذهب شاعلة، وفي خدام العمال موجودين في كل قنت وبلاصة بحال النمل. نورة والفرقة ديالها بقاو حالين فمهم في ديك الفخامة الخيالية اللي ما شافوها حتى في كبار القصور. ولكن شمس وحدة من البنات الفرقة ما دخلش ليها هاد العجب لراسها، حسات بقلبها مقبوض وروحها بحال إلا شي حد كيزير عليها بيديه. فاش جاو يسلموا على مالين العرس باش يبداو، شمس تبورشات وتقلب ليها الوجه، قربات عند نورة وبدات كتهمس ليها في ودنيها بصوت كيرعد: نورة ردي البال، هاد الناس راه يديهم حرشين بحال الجدوع ديال الشجر القديم وباردين بحال الثلج ديال الليالي، وزيد عليها عينيهم فيهم واحد الشوفة جامدة وميتة ما كيرمشوش كاع. نورة تما بدات نورة كتحس باللي هاد العرس راه فخ مرعب، وباللي داك الذهب والزرابي والأضواء ما هي إلا قناع زائف مخبي وراه حقيقة مرعبة، شي حاجة اللي هي خيبة وكفس من الموت براسها، وباللي الليلة يالله بدات وباب جهنم يالله غيتفتح. بدات الموسيقى، تبدلات الأحوال في القاعة، الناس بدات كتشطح، ولكن ما كانش شطح عادي، كانت حركات هستيرية كترعد الأبدان وكأنهم كيطيروا فوق الأرض بلا ما يقيسوها، بحال إلا هاد الناس ما عندهمش وزن. نورة وهي وسط المنصة بدات عينيها كيدوروا في داك العجب، ولاحظت شي حاجة كتجمد الدم في العروق. طبالي كاملين ما محطوط فيهم غير اللحم بوحدو، لحم أحمر، لا خبز لا خضرة لا فاكهة، غير اللحم حرفي. وفاش وصل الحماس لضروتو والشطيح ولا بحال الجدبة الملعونة، وقعت الصدمة اللي خلات قلب نورة يوقف. مع الشطيح والقفيز القفاطل الغالية ديال العيالات بدات كتهز وكتطلع، وتم بان المستور. الرجلين اللي كانوا كيضربوا الأرض ما كانوش رجلين ديال البشر أبدا، كانوا فراقش مشقوقة ديال البقار والمعيز عامرين بالشعر والوسخ. المنظر كان كيقبض الروح، عيالات وجههم كيشعل بالجمال، ولكن لتحت عندهم رجلين ديال البهايم. نورة جمدات في بلاصتها وصوتها بدا كيهرب ليها
حيت تيقنات باللي هاد ليلة الهمزة اللي كانت كتحلم بها هي في الحقيقة ليلة وسط مملكة الجن، وباللي اللي كيرقص قدامها دابا هما قبائل من عالم آخر، والهربة ولات من سابع مستحيلات. نورا مسكينة كانت كتحس بالدوخة والضغط ديال داك الشطيح الهستيري بدا كياكل ليها في أعصابها. طلعت للطبقة الفوقانية وهي كتنهج وكتمسح العرق. بغات غير تخطف شوية ديال الراحة وتبعد على داك الصداع، ولكن غير حطات رجلها في الدروج الفوقانيين الدنيا تقلبات 180 درجة وكأنها دخلات لعالم آخر. لقات القصر اللي كان كيشعل بالضوء والذهب والزرابي تحت تحول لفوق الخربة كتقبض روح وتجمد الدم في العروق. الحيوط مقشرين بحال إلا هاد الدار مهجورة من قرون، والعنكبوت خيوطو الغليظة والقديمة في كل قنت، والريح كيصفر وسط البيوت الخاوية بحال شي غوتة مرعبة ديال شي حد كيتعذب. وهي غادا كتلمس الحيوط الباردة وسط داك الظلام الدامس اللي ما كيبان فيه حتى صبع. فجأة حبس ليها النفس في صدرها وجمدات في بلاصتها. سمعات همس بارد منحوس وقريب لودنيها بزاف، كأن شي حد واقف وراها وكيتنفس عليها بريحة غريبة. غني لينا نورا، كملي الغنى، صوتك زوين وبغينا نسمعوه كتر وكتر. تما نورا تيقنات بالدليل القاطع باللي هاد العرس ماشي غير عرس غريب، ولكنها طاحت وسط الجن. هبطات كتجري والدروج بحال اللي كيطوالوا تحت رجلها والقلب غيخرج من بلاصتو. لقات صاحبتها شمس طاحت مغيبة، وجهها صفر بحال جاتها الموت، والأرض كتراعد تحت منها من هول داكشي اللي شافت حتى هي. نورا واخا الرعب شل حركتها كانت ذكية ومطورة. جمعات بناتها اللي بقاو كيرعدوا وقالت لهم بصوت كيرجف ولكن حازم: البنات ديروا راسكم ما شفتوا والو وجمعوا الوقفة، كملوا الغنى بالجهد ما عندكم. إلا حبسنا غير تانية دابا غيعرفونا عقنا بيهم وغياكلونا حيين وسط هاد الخلا المقطوع. بقاو شادين النفس، غنيوا وضحكوا كأنكم فرحانين حتى يودن الفجر ويحل ربي هاد المصيبة اللي غرقنا فيها. هذه هي الطريقة الوحيدة باش نخرجوا من هنا سالمين. اللحظة اللي كان كيتسناها الجميع وصلت. غير قال المؤذن في اسم الله أكبر، وبحال إلا كان هاد الأذان هو الساروت اللي فك اللعنة. في ديك الثانية كل شي غبر، الضوء طفى بمرة، الماكلة والذهب والزرابي تبخروا، والفرقة لقات راسها وسط الظلام الدامس، واقفين وسط خربة مظلمة ريحتها غمال وصدى وخالية تماما من أي حس. خرجوا كيجريوا كيهرجوا حفيانين ومصدومين حتى تلاقوا مع واحد الراجل شيباني غادي للجامع. فاش شاف حالتهم وسولوه صدمهم بواحد الهضرة جمدات ليهم الدم: يا بناتي، هاد الدار اللي كتهضروا عليها راه مهجورة هادي أكثر من 50 عام، ومعروفة في البلاصة كاملة باللي مسكونة وما كيقرب ليها حد. من ديك الليلة المشؤومة الشيخة نورة اعتزلت الفن والحياة بمرة وسدت عليها بابها للأبد. وحتى نهار قررت تعاود قصتها لواحد الصحفي وقع عجب آخر. فاش جاو يسمعوا التسجيل لقاوه محروق ومسوح منه الصوت تماما، وكأن ذاك العالم الآخر بغى يخلي أسرار ديك الليلة مدفونة معاه. قصة نورة بقات عبرة، كتفكرنا باللي كاينين عوالم عايشة معانا وخا ما كنشوفوهاش، ولكن هي كتشوفنا وكتسنى غير اللحظة فين تجذبنا لعندها. هذه كانت قصة الشيخة نورة، الليلة اللي بدات بالنشاط وسالات بكابوس حطم حياتها. واش هادشي حقيقة ولا مجرد أسطورة؟ العلم عند الله، ولكن اللي أكيد هو باللي هاد الكون عامر بأسرار وعوالم أخرى ساكنة معانا. ما تنساوش تدعمونا بلايك وشاركونا في التعاليق واش فايت لكم عشتوا شي موقف غريب، وهل في نظركم هاد القصة حقيقية ولا غير خيال؟ تهلاو في راسكم، وكان وعدكم بالجديد اللي غيخلي لحمكم يشوك في الفيديوهات الجاية. إلى لقاء قادم إن شاء الله.